انا بناجي ربنا ونعم بالله، كلك ايمان وتقوى. وبناشد سيادة الرئيس. خير يا اختي، محتاجه زرع كليه بعد الشر ولا حاجه؟ بناشد سيادة الرئيس، ثم بناشد الهيد كوارترز بتاعة اماندا. ده دواء ايه لا مؤاخذه؟ هي اماندا دي مش كانت اغنيه بتحلم لا دي كانت كمنانه. ظلمتك، معلش حقك عليا. بناشد الهيد كوارترز بتاعة اماندا ان هم يرجعوا الليكويد هايلايتر شيد رقم 3. يعني لو رقم 4 لا مؤاخذه ما يمشيش معاكي، او حتى 5 أو 2، ليه مصرة على 3؟ بقاله سنة ونص على الاقل قوي مش في السوق. سنة ونص وبتعاني؟ بقالك سنة ونص؟ طب وانت عايشة ازاي يا كبد بالوضع ده؟ ينفع انه يبقى عارفين حاجة ما بين البلاش والبرونزر والهايلايتر كده؟ لا، انا عارفة الفرق بين البصل والثوم، الحيين نيين دول، انما لا مؤاخذة لما بيطحنوا ويتفرموا ما بعرفش افرق بينهم. النوز بتاعه انا ما بتجيبش الريح، يا رب صبرني. وبينفع قوي على الجسم، يعمل برونزاج فظيع. واضح بالبرونزاج كتير الاحمرات اللي مفرقعه في وشك، مش محتاجه. مش بيلزق في اللبس، بيلزق في الافكار، ودي احسن حاجه فيه. فلكس في جليتر كده ازرق في بيربل صغيره. هي المعضله بقى في الازرق والبربر المبربر علينا ده تحفه والله. ده انت اللي افكارك تحفه، ارجوكي ما تفكريش تاني بعد اذنك. عندنا اطفال عايزين نعرف نربيهم، وللاسف كلهم بيستخدموا الموبايل. استنى يا ابني عايزه اصور. ماشي والله العظيم عايزه اصور. انا عارفه ان هو دوب ولا دباديب، وده انا اللي تبت مني. لمنتج تاني اجنبي مش هنقول اسمه. لا قولي اسمه وروحي هاتي منه، بدل ما انت قاعده متشحتته بقالك سنه ونص. المنتج المصري بليز رجعوا ليكويد هايلايتر رقم 3. والله يا حبيبتي ده هيرجعوا في وشنا، ما تقلقيش. انتوا بقى الجيل الصاعد الواحد، منكم لله منكم لله.